يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل مع بعض غدا سهل وبسيط، مش هياخد معانا تكلفة ولا وقت ولا اي حاجة، اقتصادي. اول حاجة هنعملها بقى مع بعض البطاطس، هنسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نشوف معانا ايه. انا معايا البطاطس كده بقشرها، طبعا لسه ما جبناش البطاطس الجديدة، هي طلعت يعني بس لسه احنا ما جبناش منها. فهقشر بقى البطاطس بقى بالشكل دوت. اول حاجة يعني هنبتدي بيها هي البطاطس وكده. خلاص بقى كده انا بعد ما قشرتها هقشر الباقي وارجع لكم. كده انا قشرت الكمية كلها اللي معايا، هقطعها بقى بالشكل دوت. هقطعها بقى تقطيع كبير زي ما انتوا شايفين كده، مش رفيعة لا كبيرة، بعد ما انا غسلتها وكده اهي، يبقى الصوابع بتاعتها تخينة وكده. عشان احنا هنسلقها فتستلق نص سلقة وكده، فانا بكبر الصوابع عشان تستحمل السلق. انا بقطعها معاكم اهي بقى بالشكل دوت كده، عشان لو رفيعة مش هتستحمل الوصفة اللي احنا هنعملها وكده، فانا بقطعها صوابع تخينة عشان كده. خلاص بقى بعد ما اتقطعت وكده انا حاطه ميه بتغلي كده، انا حطيتها في الطبق دوت وحاطه ميه بتغلي، احط شويه ملح كده واحط بقى عليها الميه واسلقها نص سلقه بالشكل ده. يا دوبك بس هتغلي معايا وهطفي عنها، مش هسيبها تتهري لا، يا دوبك بس يعني هتغلي اروح طفي عنها وكده، هطفي عليها يعني. هجهز بقى الحاجات اللي احنا هنعمل بيها البطاطس. عندي بيضة عليها معلقة فلفل اسود وشوية من الخل، معلقة صغيرة خل. عندي نشا، معلقتين نشا. عندي دقيق حوالي كوباية الا ربع دقيق، وكيس فيجيتار، اي نوع فيجيتار عندك يعني اعملي بيه كده. حطيت بقى الدقيق واحط النشا، معلقتين النشا، واحط الفيجيتار. عاوزة تزودي عن كده زودي، بس هو يعني كده معقول. هنعمل البطاطس دي مقرمشها زي الفراخ الكنتاكي وهتبقى جميلة اوي ان شاء الله. هقلب بقى كله كده مع بعضه. هجيب بقى معلقة دقيق ذرة، لو مش عندك مفيش مشكلة، مش مهم منها خالص، بس انا حابة احطها يعني بتدي قرمشة حلوة وكده. حطيت معلقة دقيق ذرة من اللي هو الذرة الاصفر، واحط مكعب دجاج واحد، كل دوت على الدقيق. يعني انا حطيت معلقتين نشا وكوباية الا ربع دقيق وكيس فيجيتار ومعلقة دقيق ذرة، حطيت شوية ملح ومكعب الماجي، كل ده حطيته على الدقيق وقلبته كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى البطاطس اصفيها كده واشطفها، ده شطف عشان ما تتهريش كده. انا شطفتها بشوية مية كده عشان ما تتهريش مني وكده اهي، لسه ماسكه نفسها ازاي اهي، عشان طبعا لسه هتتقلي وكده، فانا سلقاها يا دوبك الميه غليت رحت طافيه عليها على طول وشطفاها. البيضه بقى انا هحط البيضه، طبعا البطاطس بردت مينفعش احط البيضه والبطاطس سخنه وكده. انا بقلبها حلوه اهوت على الفلفل الاسود والخل طبعا عشان الزفاره. هقلبها بقى بالشكل دوت
اهوت عشان البيضة تخش في البطاطس كلها. احط بقى شوية من الدقيق كده، هقلب برضو بالطريقة دي. الطريقة دي حلوة قوي. هحط بقى على شوية الدقيق اللي انا سايباهم افضيهم، وهرجع افضي في الطبق تاني عشان ايه يبقى الدقيق كله دخل في البطاطس وكده. خلاص بقى كده انا حاطه طاسه على النار، الزيت بيسخن وكده. اهي شكل البطاطس بعد ما حطيتها في الدقيق، منظرها جميل قوي ما شاء الله. حطيت الطاسه على النار، الزيت سخن. هرص بقى جنب بعض وكده، ما احطهاش كده مره واحده، لا انا لازم ارصها عشان ما تلزقش كده في بعض وما تبقاش حلو. انا برصها بقى معاكم كده واحده واحده. جميله قوي طريقه البطاطس ديت، تجربوها. وكمان البطاطس الجديده بقى هتطلع هتبقى احلى من دي كمان في الطريقه دي. خلاص انا كده بقى بقلب فيها، هي خدت لون وكده، شايفينها شكلها عامل ازاي، خدت لون كده جميل. فانا بقلب فيها اهوت على الناحية التانية. وحطيت حطيت شوية فلفل اسود على البيضة طبعا، عشان كده هي اللي عاملة الشكل ده في البطاطس وكده. يعني لو في حاجة سمرة وكده من الفلفل الاسود اللي انا حطيته على البيض. البطاطس بتاعتنا بقى هي هتخرج ما شاء الله عليها عاملة ازاي، شكلها جميل قوي وطعمها جميل. خلاص بقى بعد ما خدت اللون الحلو ده بقى انا هطلعها. شايفين بقى شكلها طالع عامل ازاي، ما شاء الله عليها جميلة قوي. طريقة حلوة، جربوها مش هتندموا يعني. احط بقى الرصة التانية كده معاكم برضو. هسيبها بقى تحمر كده مع نفسها. شايفين عاملة ازاي، انا بقطعلكوا واحدة بقى عشان تشوفوا القرمشة وقلبها من جوه عامل ازاي. ما شاء الله جميلة اوي، ولا مهرية ولا اي حاجة. منظرها كده يعني ايه يفتح النفس، كأنك هتاكلي فراخ. هطلعها بقى واوريها لكم في التقديم. خلاص بقى البطاطس بتاعتنا بعد ما خلصت، شايفين منظرها عامل ازاي اهي، ما شاء الله عليها جميلة قوي. انا رصيتها كده، عندي خضار وكده فرصيتها تحت حطيت الخضار تحت يعني، وحطيتها فوق. واحط شوية برضو على الوش كده شوية بقدونس يدوها شكل حلو. هي شكلها حلو مش محتاجة يعني، بس ده احنا هنحط لها شوية بقدونس كده يخلوها تنطق وكده. ما شاء الله عليها جميلة قوي، جربوها وهتدعولي ان شاء الله. عندي بقى مخلل، انا مخلله عندي في البيت، وطماطم كده هرش عليها شويه من الفلفل الاسود، تبقى طعمها حلو قوي. الطماطم دي انا مخرطاها مكعبات صغيره، رشيت عليها رشه فلفل اسود. وده غدانا النهارده، يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، ومع الف سلامه.